هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل مع بعض ستيكرز من الورق من الصفر حرفيا. يعني هنعملها كلها، بصوا من البدايه كده خالص. انا عن نفسي الستيكرز دي مهمه لان انا بستخدمها في الجورنال. اكيد عاوز مثلا اكتب نوتس او اي حد بيعوز يكتب نوتس اكيد بيستخدم ستيكرز عشان تضيف كده لمسه حلوه ويكون شكل النوتس كده شكلها حلو. فهنعمل النهارده الستيكرز مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو انت لسه جديد في القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتضغطوا على زر الاحمر تحت الفيديو مكتوب على اشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وبس. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه الادوات، هنستخدم ورق ابيض عادي موجود في اي سكتش رسم متوفر عندكم. طبعا فتحت بنترست من الاول عشان اشوف افكار الستيكرز عشان اخد الهام. فبدات اول حاجه ان انا ارسم، فهستخدم قلم رصاص. طبعا هستخدم استيكه عشان لو اتلخبطت في الرسم او كده، مقص، كمان قلم تحبير اسود عشان نقدر احنا نحدد الرسومات، لزق سولوتيب شفاف يستحسن يكون من التخين عشان نقدر ان احنا نغلف الستيكرز، ولزق دبل فيس عشان نلزق الستيكرز في الاخر. اول حاجه بدات ارسم الرسومات اللي انا حباها واللي هي عجبتني. انتوا بس بمجرد ما يفتحوا بنترست هتلاقوا الاف الستيكرز حرفيا. فبدات اني انزل الصور والستيكرز اللي انا عايزاها واللي انا حبيتها، وبدات اني ارسمها خطوه بخطوه ويكون معايا الصوره جنبي وبس. يعني الموضوع بسيط جدا، وبدل ما ترسموا وتلعبوا نفسكم ممكن انكم تطبعوا الصور على طول، يعني من عند اي مكتبه او اللي عندكم مثلا جهاز طباعه ممكن تطبعوا على طول، هتبقى بكواليتي احسن بكتير برضو. بس انا بعلمكم ازاي تعملوها من الصفر. فبدأت كمان ان انا ادور على ستيكرز زيادة. فستيكرز ايدي القطة دي عجبتني جدا الصراحة، كانت اكتر واحدة مفضلة بالنسبة لي. خلصت رسم الستيكرز وجاي مرحلة التلوين. استخدمت الوان خشب، ممكن انكم تستخدموا الوان فلوماستر اللي هي الوان الماركر، ممكن تستخدموا الوان المية، اي نوع من الالوان المتوفرة عندكم استخدموه. انا الصراحة حبيت الوان الخشب لاني بقالي كتير قوي ما استخدمتهاش فقلت اما استخدمها. فهمشي كالتالي، هلون الرسمة وبعد كده احددها بالقلم الاسود، فهعمل كده في كل الرسومات، الونها وبعد كده احددها في الاخر. وعلى فكره كنت بستمتع جدا وانا بعمل الستيكرز دي. يعني لو كنتوا قاعدين مثلا ملين قوي ممكن انكم تعملوا ستيكرز اي اشكال انتوا حابينها. بعد ما خلصت تلوين كل ستيكرز بدات اني احددها وبعد كده هغلفها. لو تلاحظوا ان انا قصيت ستيكر عشان كنت نسيت ان انا اغلفه الاول، فغلفه الاول ستيكرز عشان تديها لمعه وفي نفس الوقت نحمل ستيكرز اكتر. بعد كده نبدا نقص كل ستيكر لوحده. قصيتهم كلهم كده كمجموعه مع بعض عشان اقصهم بارتياح، يعني يكونوا في الاخر شكلهم حلو. خليت مسافة كده بيضة بين القص وحدود الرسمة، شكلها كيوت اكتر حسيتها كده. بعد كده هستخدم لزق دبل فيس، واستخدمت لزق سمكه كبير شوية لانه كده خلى الستيكر كأنه 3D كده طالع لفوق وفي تحتيه ظل. صراحة شكله كان حلو اوي في الاخر. لو انتوا عايزين تستخدموا لزق دبل فيس سمك رفيع خالص براحتكم. وبس دي كانت النتيجة حرفيا. بصوا كيوت اوي بجد، حبيتهم جامد. قولوا رأيكم تحت في التعليقات عنهم. ده بقى اللي انا قلتلكوا عليه ان هو تحتيهم ظل فكأنهم مرفوعين. لو انتوا عايزين تطبعوا ستيكرز زي ما انا قلتلكوا اطبعوا عادي، دي فكرة برضو للطباعة. فتقدروا تستخدموها في الجورنال، تقدروا تستخدموها في النوتس، في اي مكان انتوا عايزين تقدروا تستخدموا الستيكرز دي. وبس ده كان فيديو النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وكمان الفكرة تكون عجبتكم. ما تنسوش تقولي لي رأيكم تحت في التعليقات، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.